أهلاً بيكم في هيرسكوب، بيتكم الأول لعالم الفلك والأبراج. النهاردة جايبالكم خبر يفرح ناس كتير. النص التاني من شهر أغسطس جاي محمل بالحظ، بس مش لكل الناس. في أبراج معينة الكواكب متجمعة عشان تفتح لها أبواب جديدة وتحقق أحلامها. يا ترى أنت منهم؟ يلا بينا نعرف. 1. برج القوس، الفرصة الذهبية. يا قوس، أنت دلوقتي نجم الشباك. الكواكب بتدفعك تاخد قرارات جريئة، وده وقتك عشان تبدأ مشروع جديد أو تقبل عرض عمل مهم. ممكن حتى يكون في سفر على الأبواب. نصيحتي، ما تطنش أي تليفون أو إيميل، الحظ هيخبط على بابك فجأة. 2. برج الأسد، طاقة وجاذبية. يا أسد، الشمس في برجك، وده معناه طاقة مش طبيعية وجاذبية بتخلي كل العيون عليك. لو بتدور على حب جديد، الفترة دي مثالية. ولو عندك علاقة موجودة، هتحس إنها رجعت تشتعل من تاني. كمان ممكن توصلك مفاجأة مالية حلوة، خليك جاهز. 3. برج الجدي، استقرار ومكاسب. يا جدي، زحل والمشتري عاملين لك تركيبة فلكية قوية جدا. الحظ المالي معاك، وممكن تستثمر أو تسدد ديونك. حتى علاقاتك المهنية في أحسن حال. المهم، خليك واقعي وفكر قبل ما تمضي أي عقد، بس برضو ما تقفلش مكانك. 4. برج السرطان، دفء العيلة والحب. يا سرطان، القمر صديقك المخلص، وإحساسك العالي هيعرفك بالفرص قبل ما تيجي. هتحس بحب ودعم كبير من الناس اللي حواليك، وممكن تحل مشاكل قديمة أو تبدأ قصة حب جديدة. دي فترة مثالية تتقرب فيها من العيلة. 5. برج الحوت، إلهام وأحلام. يا حوت، نبتون بيديك إبداع وفينوس بتدعم علاقاتك. ممكن تحقق حلم قديم أو تبدأ مشروع فني أو إبداعي. حتى لو بتحب الكتابة أو التصوير، الوقت ده هيكون مليان إلهام. سجل كل فكرة بتيجي في بالك، لأنها هتفتح لك أبواب جديدة. والخاتمة، وده كان ملخص الأبراج الأكثر حظاً في النص التاني من أغسطس. لو برجك هنا، استغل الفرصة واتحرك بسرعة. ولو مش موجود، ما تزعلش، كل برج بيجي عليه وقته. اكتبوا لي في التعليقات إيه أكتر حاجة متحمسين ليها في الأيام الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان توصلكم التوقعات أول بأول. كانت معكم قناة هيرسكوب، وخليكم دايماً في حضن الحظ.